كده يا حبايبي نكون قدمنا معاكم شكشوكة اللحمة بالبيض. شوفوا ما شاء الله يا حبايبي، شوفوا الجمال، شوفوا الالوان من جوه، شوفوا البيض مستوي وما شاء الله جميل ازاي، وقطعة الجبنة اللي حطيتها مع انها قطعة بسيطة بس ادتها شكل جمالي جميل. ان شاء الله يا رب يا حبايبي الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اختكم بالاشتراك واللايك، ويا رب تعملوا الوصفة وتعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ نهاركم مشرق بنور الله، لما صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. النهارده حبايبي هنعمل شكشوكة اللحمة. اللي ما يعرفوش انها بتبقى عبارة عن لحمة مفرومة وبصل وفلفل. ده حبايبي البصل اهو اللي كنت مفرزاه معاكم وقلت لكم بدل ما اسيبهم يبوظ، الملح ايه اخر شوية كده اضربهم في الكبة وايه وعينهم يبقى يطلعوا كده ايه جاهزين على الاكل. ما شاء الله بينفعوا يا حبايبي، بيبقوا سهلين قوي. فكرة البصل اما ايه تعمليه في الكبة كده وتطلعيه يا دوبك على الاكل. هسيب بقى البصلة تتشوح كده وتدينا اللون الذهبي الجميل. في الحين ده بقى اقطع ايه قرنين فلفل اخضر كده يا حبايبي، فلفل حار تبع رغبتك انتي، بحيث اما البصلة تصفر اقوم نازلة ايه بالقرنين الفلفل دول. عندك اخضر، عندك احمر، عندك الوان عايزة تضيفيه كمان. كل ده قيمة غذائية وفي نفس الوقت هيدي طعامة للحمة المتعصجة معانا. ونحضر معانا مثلا 4 5 بيضات تبع افراد اسرتك. برضه كمية اللحمة برضه بترجع تبع افراد اسرتك. الاكلة دي بتبقى جميلة قوي يا حبايبي ومشبعة ما شاء الله. تحطيها جنب عيش، تاكليها جنب مكرونة، اللي يريحك. ما شاء الله وجبة مشبعة وجميلة وتفتح النفس. بصلة ما شاء الله يا حبايبي خدت لون ودبلت معانا. هنضيف فلفل احمر واخضر والوان. تديها قيمة غذائية، والالوان كده تبقى بسم الله ما شاء الله كده ايه مبهجة وجميلة. ناخدها بس تشويحة معاها كده ونقوم ضايفين اللحمة على طول. البهارات بتاعنا بقى نضيف دلوقتي ايه ملح وفلفل اسود وجنزبيل وقرفة. بيبقوا جمال قوي يا حبايبي الجنزبيل والقرفة مع اللحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بركة الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل نفس ووقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدي أولادنا ونجحهم واشفيهم يا رب العالمين. اللهم اهديهم واهدي بهم واجعلهم سبب لمن اهتدى يا رب. يا رب ارزقهم الهداية والتوفيق يا رب. كده حبايبي معلقة فلفل اسود، وحلقة حبهان بودر برضو ايه صغنونة كده لو متوفر، بيديها برضو نفس وطعم جميل الحبهان البودر ده. وهنضيف برضو ايه الجنزبيل والقرفة هو. والقرفة برضو كده ايه معلقة كده حلوة محترمة صغنونة كده. هناخدها ايه تقليبة كده برضو. ما شاء الله لازم ما نوطيش العين عشان اللحمة ما تجيبش ميتها. شوفوا ما شاء الله خدت لون معانا من تحت اهي. نبدأ نقلب بقى، والملح نسيبه لاخر حاجة خالص عشان اللحمة ايه ما تكلكعش مني. في الوقت بقى ده يا حبايبي نضيف ايه رشة ملح كده تبع حدقك في الاكل طبعا. ونقوم واخدينها تقليبة. ما شاء الله شوفوا الالوان والجمال. اي خضار بقى عايزة تضيفيه في الفترة دي ممكن تضيفيه. هنا بقى يا حبايبي ايه احاول اعمل ايه 4 فقرات كده ايه للبيض اللي انا هحطه. على قد ما تقدري ايه تغوطيها شوية كده بالمعلقة، تعملي صوص كده للصينية عشان ما تطلعش منك على بره. على قد ما تقدري يعني. ونقوم جايين ايه كسرين بقى البيضة في قلب الفتحة اللي احنا عملناها دي. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي يا حبيبتي، شوفي يا حبيبتي ما شاء الله. ممكن بقى في الوقت ده يا اما تحطيها في الفرن يا اما تسيبها ايه تستوي على عين البوتاجاز. يا دوبك احنا عايزين بس البيض اللي يستوي. شوفي يا حبيبة قلبي الجمال، شوفي استوت وبقت فل ازاي.
البيض كده استوى ورشيت عليه فلفل اسود من فوق. لو في قطعة جبنة بقى متوفرة في الوقت ده يا سلام يا جمال، نحطها كمان. احطها بقى تحت الشواية عشان ايه تاخد تشميعة كده. جمال يا حبايبي، حطيتها تحت الشواية مع قطعة جبنة رومي كانت هتنشف في التلاجة، تديها طعم وروايح طالعة ايه اللهم بارك.